احمد مرتضى منصور وكلامه عن النادي المنافس، يعني ما ينفعش تقول الاهلي لكن كان بيقول النادي المنافس. ايوه، زي ما بقولك كده، ومن الاخر انت اللي جبته لنفسك وطلعت اتكلمت عن النادي المنافس. وتعالى اقولك ايه اللي انت قلته صح وايه اللي انت قلته غلط في حلقة جديدة من المشجع، هنتكلم فيها عن تصريحاته اللي تخص المنافس واللي تخص الزمالك. تنساش تعمل متابعة على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير وتوصلنا للغير، لان دي من الحلقات المهمة اللي محتاجة توصل للغير. اول حاجة او اللي انا هبدأ بيه بعيدا عن ترتيب حديثه، الراجل اتكلم وقال لك شيء مهم جدا، شيء في اعتراف واضح وصريح للي احنا كنا بنقوله بقالنا سنين. طلعوا قالوا واعترفوا بيه ان هم عارفينه. طلع وقال ان احنا مش عايزين نمجد في نجوم ونعمل ابطال ورموز من ورق. انا اتبعت لي على تويتر اتقال لي ان مين وسين وسين وصاد ومش عارف مين دول رموز للنادي، قلت لهم ابدا ولا مفيش يا جماعه الكلام ده. احنا عايزين نعلي الزمالك فوق كل شيء وفوق اي حد. الزمالك هو اللي ضاف للنادي، الزمالك هو اللي ركبهم عربيات وخلاهم جابوا فيلل، الزمالك هو اللي سوى وهو اللي عمل. الزمالك مصلحته. عايزين نعمل زي المنافس، زي الاهلي، زي ما بيتقال الاهلي فوق الجميع، عايزين نبقى الزمالك فوق الجميع. مصلحة الزمالك فوق اي حد. الزمالك هو اللي باقي. الزمالك هو اللي بيعمل. يعني طب ما انتوا عارفين معناها اهو. طب ما هي فوق الجميع بقت حلوة اهي. طب ما فوق الجميع انتوا بقيتوا عايزين تستخدموها وتخلوا او تنشئوا الزمالك فوق الجميع. ما ده اللي بنقوله بقالنا سنين، ما ده اللي قلبنا اتنحر عليه، ما ده اللي بنطلع نفهمه لجماهيركم وجماهيركم بتهاجمنا وتشتمنا ويقول لك انتوا الجان وبتقبضوا عشان حافظين منكم وفاهمين، بينقلوا كلامكم زي البغبغانات من غير ما يفكروا. وفي الاخر طلعتوا انتوا قلتوا اللي احنا بنقوله، وقلت لهم ان الاهلي فوق الجميع. ده مبدأ لازم احنا نطبقه عشان الزمالك ينصلح حاله، وان احنا ما ينفعش نعمل رموز وهمية ونعمل اساطير وهمية باسامي لعيبة ايا كان انت تقصد مين من لعيبتك الحالية اللي انا بقولك ما فيهمش اساطير. في الاخر طلع اللي منهم قال لهم ان الاهلي فوق الجميع. معناها ايه؟ معناها ان مصلحة النادي فوق اي حد، لان النادي هو اللي عمل اي حد. فجأة بقى المنافس حلو وبيعمل الصح وبقيت عايز تقلده. وهنا بس تأكيد انك عارف معنى الجملة، مش زي ما بيتقال ازاي تقولوا ان الاهلي فوق الجميع. الاهلي فوقك انتوا مش فوقنا احنا، والكلام اللهبل اللي بتقعدوا تقولوه. ولكن تم النهارده من احمد مرتضى منصور ان عايزين يعملوا الزمالك فوق الجميع. ودي كانت النقطة الأولانية اللي حابين بس نوضحها ونرد عليها. تاني حاجة هو اتكلم في قصة كده مهمة وقال ان يعني حاجة كانت تخص مرتضى منصور او تخصهم، ان الزمالك من غير مرتضى منصور هيبقى صعب جدا يجيب رئيس بعده، وان هو شايف ان هو كجيل تاني او تالت في انه يجي بقى رئيس تاني غير مرتضى منصور ده هيبقى شيء صعب بالنسبة له. مش عشان مرتضى منصور ورد ولا لكن عشان الزمالك يعني مفيش رئيس هيجي زي مرتضى منصور تاني. مرتضى منصور ده حالة مش هتتكرر في تاريخ مصر، مش في تاريخ بس الزمالك، وقعد يأكد على ده وضرب مثل واضح وصريح. ضرب مثالين، قال المثل الأولاني، قال أول مثل لما دخل السجن فاحنا كنا عايزين، واستشهد بكريم هنداوي المذيع اللي كان في قناه الاهلي قبل كده، ما كانش مذيع كان مراسل في قناه الاهلي، ولما تم طرده من قناه النادي الاهلي نظير يعني ضعف مستواه كمراسل، طبعا اترمى في حضن نادي الزمالك بان هو هيطلع يهاجم الاهلي ويشتم مجلس ادارته ويشتم الناس ويشتم ممدوح عباس ويهاجمهم ويطبل للمجلس الحالي. فبناء عليه اتعمل له ساعتين على قناه الحدث، وبعد كده اتاخد بقى مذيع في قناه الزمالك لما قدر ان هو يجيد طبعا القصه دي. ده كريم يعني باختصار. فكريم قال له استشهد بيه وقال له انت حضرت، ومرتضى في السجن انت حضرت، احنا قعدنا 5 ايام بنجتمع
اجتمعنا 5 مرات عشان نحاول نطلع بيان وما عرفناش، والراجل مش موجود، ما عرفناش احنا كمجلس اداره ما عرفناش نطلع بيان. عشان نطلع بيان اجتمعنا اكتر من 5 مرات. واستشهد بمره تانية في 2014 في وجود المستشار احمد جلال. قال ان المستشار مرتضى منصور ساعتها كان في مؤتمر او كان في بعثه او كان في مأموريه يعني، وان هو طلب مننا ان احنا نعمل اجتماع مجلس اداره، وتم عمل الاجتماع برئاسه المستشار احمد جلال. واحنا برضو قعدنا حوالي 5 ساعات عشان نناقش اعمال او محضر جدول الاعمال وما خلصناش. فده دليل ان مرتضى منصور ما يقمرش تاني. فانا هنا بس حابب اوضح لك ان كان في 2014 او ان كان في الوقت الحالي ان انتوا قاعدين 5 ايام، او بعد عن نتكلم عن المجلس الحالي خلاص او الوضع اللي موجود يعني، ان انتوا تجتمعوا 5 مرات عشان مش عارفين تطلعوا بيان، ده مش معناها ان هو رئيس ما يقررش، ده هو معناها ان هو معاه مجلس ملوش قيمه، مجلس ما بيعرفش، مجلس لا يصلح ان هو يكون بيدير اداره نادي الزمالك. لما يكون في مجلس اداره بالكامل بدون رئيسه، ما فيهوش كادر يقدر يطلع بيان ويجتمعوا 5 مرات، ده شيء يدينك، ده شيء معناه ان في مهزله في نادي الزمالك، دي مصيبه سوداء احنا بنقولها برضو، احنا بنقول الكلام ده. فانا شايف ان ده مش شيء يحسب لمرتضى، ده شيء يدين مجلس الاداره الحالي اللي من غير مرتضى هو ما يقدرش يعمل حاجه، لدرجه انه اجتمع اكتر من 5 مرات عشان يطلع بيان وما كانوش عارفين بكلام احمد مرتضى منصور. طيب، اما القصه الثانيه وهي قصه هو اكد وقالها مرتين، قال مجلس النادي الاهلي قعد 2 سنين ما بياخدش حاجه، فلو كده الناس المفروض تمشيه وتهاجمه. انا عشان ما خدتش بطوله السنه دي عاملين فيا كده؟ ازاي ده الاهلي قعد 2 سنين ما بياخدش ولا بطوله وما اتعملش فيه كده؟ انا بس هنا بوضح لك معلوماتك. عيب لما تكون عضو مجلس اداره طالع في قناه الزمالك تتكلم يكون معلوماتك ضعيفه او منقوصه او مش مكتمله او ما تعرفش، عيب. احترم حتى اسم المجلس اللي انت بتتكلم بيه، مجلس اداره النادي الاهلي في السنتين اللي انت بتتكلم فيهم دول، اللي هم لو هنعتبرهم ان هم اخر 2 سنين، محقق افريقيا مره، محقق برونزيه العالم مره ورابع مره، واخد السوبر الافريقي مره، واخد كاس مصر مره، واخد سوبر مصري مره. فلو انت مش عارف ما تطلعش ترمي تصريح وخلاص، لان للاسف هيطلع العبد لله يقول لك الصح من الغلط، فهيبقى منظرك وحش كعضو مجلس اداره الزمالك اللي طالع بيدافع عن مجلس اداره الزمالك لما يكون حد اصغر منك بكتير بيعدلك وهو مشجع من الجمهور مش حتى اداري في النادي الاهلي. فركز في معلوماتك، او خلي الاعداد يحضر لك ويقول لك في الايربيس وانت تردد، مفيش مشاكل، على الاقل تبقى المعلومه صح مش غلط. طيب، قال بقى نقطة، وبصراحة دي نقطة مهمة جدا ونقطة تحسب له، والراجل استشهد بالصح. وهنا أنا شايف إن الناس ابتدت تفوق في الزمالك، أنت هنا ابتديتوا تركزوا اللي أنا بقوله، اعملوا زي الأهلي، شوفوا منظومة الأهلي ماشية إزاي وامشوا زيها. وأكدت أو أكد كلامي اللي أنا بقول فيه إن مشكلة الزمالك مش المؤامرات، مشكلة الزمالك أبنائه ورموزه وخناقاتهم مع بعض. والراجل قال الآتي، قال تعال شوف النادي المنافس، النادي الأهلي يعني، لما بيخلص انتخابات محدش بيقطع في اللي موجود، محدش بيقطع في اللي موجود، وان اللي موجودين دول بيقطعوا عندنا احنا اللي هو في الزمالك يعني، بيبقوا يا منتفعين يا معارضه، يا منتفعين يا المعارضه، وفي الاخر دول ناس منكم، يعني اللي بيقطع فيكم منكم. يعني انت بتستشهد بمجلس اداره النادي الاهلي اللي مجرد ما بتخلص الانتخابات بيبقى الكل في مركب واحده، اللي نجح واللي خسر، واللي خسر بيكون في ظهر اللي نجح قلبا وقالبا. ده اللي احنا بنقوله على مجلس اداره النادي الاهلي وعلى منظومه النادي الاهلي، اللي بنقول لك دايما قلدها ممكن تنجح او تبتدي تاخد خطوات لقدام. ابتديتوا كده تقولوا الصح، ده اللي احنا بنقوله وجماهيركم بتهاجمنا عليه. اللي انت قلته دي الحقيقه، سبب فشل الزمالك مش المؤامره ومش ان الدوله ضده، بل بالعكس هو اكتر نادي بيتم مساعدته من الدوله وصناعته كقطب تاني، ولكن هي المشكله زي ما انت ما قلت فعلا وده صح جدا، ابنائكم ورموزكم وانتوا كلكم زي ما انت قلت كمنتفعين وكمعارضه بتحاول تنط على الكرسي. دي برضو نقطة انت قلتها صح، فكنا حابين نأكد عليها، اتعلم من الاهلي زي انت ما قلت. النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها، قال نقطة بقى مهمة جدا، قال الاهلي صرف 1,000,000,000 جنيه وميزانيته 1,000,000,000 جنيه، وانا لو ميزانيتي زي ادتني 1,000,000,000 جنيه دي انا اكسب كل البطولات واكسب كاس العالم للاندية كمان.
بص يا استاذ احمد، فكره ان الشخص يبقى او ان النادي يبقى نادي عويل عايز يقعد على حجره والحاجه تجيله، ده ما بيحصلش. الاهلي ان كان ميزانيته او ان كان صرفه بيوصل للرقم ده انا هنا همشي على مصداقيتك ومصداقيه الصرف ان اللي انت قلته ده صح، ده انا هقترب معاك ان ارقامك دي صح والارقام اللي قلتها على الاهلي صح. ده ما بيحصلش اعتباطي، ما بيحصلش والناس قاعده على حجرها، ما بيحصلش الناس قاعده مربعه ايديها وحاطه ايديها على خدها فبيجي الرعاه يدوك فلوس، لا. ده بيحصل نتيجه ان انت عندك منظومه، عندك نادي بيشتغل على التطوير، عندك نادي بيشتغل على العلامه التجاريه بتاعته، عندك نادي بينشئ بدل الفرع اربع فروع وانت لسه شغال برسم مجسم للنادي وشغال لي على الاوتوكاد تجيب شكل تصوري للفرع بتاع 6 اكتوبر اللي الكلام ده بيتقال من سنه 2000 وما شفناش طوبه اتحطت، شفناش غير لودر، 2 لودر وعربيه نقل. والقصه دي بتحصل قبل كل انتخابات عندكم، فده حضرتك شيء لازم تبقى واخد بالك منه. فما فيش حاجه اسمها يدوني المليار جنيه زي الاهلي، لا. هو اللي هيديك المليار جنيه عشان يكون مستني يكسب منها، فهو مش هيديها النادي عنده فرع واحد، مش هيديها النادي اسم البراند بتاعه حصله في افريقيا بقاله 22 سنه بيخسر افريقيا، مش هيديها النادي بينسحب اكتر ما بيستحمى، اكتر ما الناس بتستحمى، مش هيديها لنادي دايما عقوده ممكن تنتهي برئيس نادي ممكن يطلع يسب ويلعن ويشتم الجميع ويفسخ اي عقد في مداخله تليفونيه بمنتهى السهوله، واللي ماضي مع العقد يضرب دماغه في الحيط. وده بيحصل مع لعيبه وبيحصل مع شركات وبيحصل زي ما حصل في السوبر. فما فيش راعي هيجي لك يديك اسمه عشان حضرتك لا بتحترم عقودك ولا بتشتغل على اسم النادي بتاعك ولا بتجيب بطولات ولا عندك شعبيه كبيره. ودي شيء دي شيء مش هقول ان هي بايدك. فكره الشعبيه وان شعبيه النادي الاهلي اكبر ده شيء يعني انتوا مسؤولين عن ان دمار الزمالك بيخلي ان الاجيال اللي بتطلع ما بتشجعش الزمالك، ولكن في الاخر مش هلومك على الشعبيه لان شعبيه الاهلي هي الاكبر من قديم الازل. دي حقيقه ان انت ما ينفعش يبقى معاك ميزانيه الاهلي او بيجي لك رعاه ويبقى عندك صرف الاهلي اللي بيشارك زي ما قلت لك قبل كده بيلعب في افريقيا بيكسب افريقيا فبيلعب كاس العالم للانديه، فطبيعي هو صرفه هيكون ومكاسبه نتيجه بطولاته ومشاركاته مختلفه عنك تماما، لان انت زي ما بقول لك انت بالنسبه لك كاس الرابطه اقوى من كاس افريقيا ويا ريتك حتى عرفت تاخده. فبس حبيت اوضح لك ان لا مفيش حاجه اسمها ادوني وانا قاعد. ده ان شاء الله باذن الله لما يكون يعني كده في يعني ايه، ده بيتعمل في البيت لما يكون مثلا حد بابا بيساعده مامته بتساعده وهو قاعد من الشغل فبيكرمشوا له فلوس يتصرف بيها. لكن نادي في لعيبه وفي انديه المفروض يشتغل على نفسه ويطور من منظومته وفي حاجه اسمها ادوني وانا قاعد، لا مفيش حاجه اسمها ادوني وانا قاعد. الرعاه ما بيجوش يدوك وانت قاعد، الرعاه بيدوك عشان يكسبوا من وراك، لان هو في الاخر بيزنس. هما ما بيدوش الاهلي عشان خاطر جمال عيونه ولا عشان خاطر جمال شعاره، لا، عشان هما زي ما بيدوا للاهلي زي ما الاهلي بيكسب او زي ما هما بيكسبوا من ورا الاهلي. فهم لو بيدوا الاهلي جنيه بيكسبوا قصاده 3. فاتمنى، لكن هو لو اداك جنيه هو عارف ان هو هيعمل افلاسه. اتمنى تكون فهمت الفرق. طيب نيجي بقى النقطه الثانيه هو اتكلم فيها على جزء يخصهم او يخص مجلس الاداره الحالي، وقال لك ان بطولات الزمالك قبل 92 ومن بعد 92، وهو حسب ان وجود المستشار مرتضى منصور او الاستاذ مرتضى منصور في من 92 بقى كتدرجه في العمل الاداري في الزمالك من امين صندوق لعضو مجلس اداره رئيس نادي، ضم كل الفتره دي وقال لك انا مرتضى منصور محقق 130 بطوله وقبل 92 محقق 89 بطوله او 76 بطوله، فاحنا محققين 50% من بطولات النادي وده كل شيء يحسب لنا، واحنا مفيش مننا اتنين تقدروا تشيلوا منهم بس بطوله واحده اللي كانت في عهد ممدوح عباس، هو ما كانش موجود فيهم في ال7 سنين دي بطوله الكاس، وحسب بطوله افريقيا لمرتضى منصور، ما اعرفش ازاي بتاعت 2002 بتاعت كمال درويش، ولكن ماشي. الفكره بس كلها ان هو كان بيتريق في ارقام غريبه جدا، وانا مش عارف هو ازاي طالع بيتكلم على ارقام هو مش عارفها وهو عضو مجلس اداره. يا جماعه لما تطلعوا تتكلموا في ارقام يعني اولا احترموا مناصبكم، ثانيا احترموا جمهوركم. فهو طلع اول حاجه قال لك قال لك قبل 92 الزمالك كان محقق 6 دوري، وقعد يتريق قال لك انا مش فاهم الناس دي ازاي كانت مستحمله قبل 92 تبقى محققه 6 دوري، يعني انا كل 12 سنه بطوله. فقال لك احنا بقى في 30 سنه، في 30 سنه حققنا 8 دوري. فانا ما فهمتش يعني بصراحه فين الفخر في كده فين الفخر في كده؟
يعني فين العظمه؟ ده على كده مجلس اداره الاهلي الحالي بقى، مش هقول لك حسن حمدي، مش هقول لك صالح ده انا هقول يعني المفروض خلاص كده جبرت 30 سنه جايب 8 دوري، فانت عملت انجاز يعني مش ايه؟ ارد عليك اقول لك ايه؟ طيب انا مش عارف، ماشي. المهم بقى اللي بعديها، فقال لك افريقيا، قال لك قبل 92 الزمالك كان محقق 2، بعد 92 الزمالك حقق 3. فكان الغريب جدا ان رد احمد مرتضى منصور قال لك انا اشك في الكلام ده، اشك ان هم كانوا 2 قبل. فلو انت مش عارف تاريخك الافريقي دي تبقى مصيبه سوداء. ده هم 5 بطولات يا ابني، امال هم لو 11 فهنقول هتتلخبط، لكن دول هم 5. هم 5، 84 و87 ولا 82، فايه ايه و2002 اخرهم. فانت مش عارفهم، يعني انت مش عارف مش عارف طبعا، يعني انت حتى مش عارف ان هم قبل 92 كانوا 2، وان بعد 92 بقوا في 3. فقلت لا اشك، ده كريم ابو الحسن قاعد يعدلهم لك، فحتى 5 افريقيا مش عارف تعرفهم. طب استعد قبل ما تطلع الحلقه. لكن طبعا مفيش الكلام ده، المهم ان احنا ننسب لنفسنا اي كلام. طيب وبعد كده بقى قال لك ان الاهلي صرف 145 وانا صرفت 155. فلما لقى ان الزمالك صرف اكتر، ده بيتكلم على السنه دي، فقال لك لا ما هو اصل انا عشان كنت عندي وقف قيد ضربت في وشه زي ما بيقولوا، يعني بعيد عن ان هو ارقام الاهلي ما يعرفهاش. نقطه بقى مهمه جدا هو اتكلم فيها، وهي نقطه اتشامبيونج، وهو بيتكلم على الصفقات واللعيبه. فالراجل قال شيء مهم جدا، قال لك ان صفقه اتشامبيونج دي مثلا انا ذنبي ايه؟ الراجل اللي هم جابوه في مجلس من المجالس وانا عشان الناس راحت، الناس ما حضرتش الجلسه. الراجل قال لك اتشامبيونج ده اتعمل فيديو وماضي مخالصه انه خد كل حقوقه، بس الناس ما حضرتش جلسه، الناس ما حضرتش الجلسه، فاتحكم علينا بغرامه. على فكره هو الناس اللي ما حضرتش الجلسه ده امير اخو حضرتك. فانا اقسم بالله العظيم انا ما عارف انت ازاي طالع تقول كده. يعني هو انت هنا طالع تحسن مجلس المنظر الحالي، ولا طالع تحفل عليه؟ تشيمبيونج الزمالك خد فيه حكم عشان امير مرتضى منصور راحت عليه نومه وما حضرش الجلسه بتاعه الاستماع اللي المفروض كان يحضرها عن طريق زوم. فالناس اللي انت بتقول عليهم عشان ما حضروش الجلسه دول، ده امير اخو حضرتك. فركز في معلوماتك، لان زي ما بيقولوا انت جيت تصيدهم صدوق، جيت تحفل عليهم فضربت فيك انت. انا ما اعرفش ازاي حضرتك طلعت اتكلمت في النقطه دي وذكرت التشامبيونج دي اصلا، او ذكرت قصه ان الناس راحت عليها نومه. انا ما اعرفش انت ازاي قلتها، بس هو ما قالش راحت عليه نومه، قال الناس ما حضرتش الجلسه. فالناس اللي ما حضرتش الجلسه دي اخو حضرتك اللي كان نايم، اللي انت قبل كده قلت له انا هبقى صحيك من النوم، عايزني اصحيك الساعه كام. طيب بعد كده في نقطه تانية. قال نقطة مهمة جدا، قال ان المستشار مرتضى منصور السنة اللي فاتت كان بيكلمني بيقول لي ايه يا ابني؟ الو ايوه يا ابني مفيش بطولة النهاردة ولا ايه؟ بقالنا يومين ما خدناش بطولة. وذكر ان هو اكد ان هو زهق من البطولات. انا اعتقد ان انت هنا كنت بتنكت، يعني دي كانت نكته، كانت هزار مع كريم ابو الحسن. اعتقد ان ده مش كلام حقيقي. يعني المستشار كان بيطلبك السنه اللي فاتت يقول لك ايه يا ابني مفيش بطوله النهارده، احنا كل يومين النهارده عدى يومين من غير ناخد بطوله. ده حضرتك 22 سنه حصلت افريقيا، انت بتخسر من الترجي ومن الوداد ومن كل الناس دي رايح جاي، وبتخرج من دوري المجموعات. ويوم ما وصلت 2 نهائي افريقيا خدت على عينك من سان داونز 3 وخدت على عينك من الاهلي 2 بالقضيه ممكن. فكل سنتين بطوله وكل يومين بطوله وانت بتقول ده انا زهقت من كتر فاعتقد ان انت هنا كنت بتهزر واحنا ضحكنا. يعني احنا ضحكنا وفعلا كان دمها خفيف جدا ان الزمالك احمد مرتضى منصور زهق من كتر البطولات. وكان حتى بيوجه كلامه لمشجع او اليوتيوبر باين زملكاوي بيهاجمهم، فقال له ايه يا ابني البطولات اللي بتسالوا عليها؟ ده احنا زهقت، ده انا زهقت من البطولات. فانت زهقت والوالد بيكلمك بيقول لك ايه يا احمد مفيش بطوله النهارده، ده احنا عدى يومين من غير بطوله. فينتوا عايشين في عصر غير اللي احنا عايشين فيه، ينتوا بتكلموا ناس مغيبه. فاول دي كانت نكته، فانا همشيها ان انت كنت بتهزر في البرنامج كنت بتقول نكته. طبعا بعد كده شكر في مجلس اداره نادي الزمالك عشان بيصرف فلوس للراحل علاء كمال، وان مرتضى منصور بيصرف لمراته وبيصرف لاخته وعمل لها عموديات. فبعد كده كريم وضح لك وقال لك ان اللي توفى الله يرحمه علاء علي. فانا بس يا ريت تركز قبل ما تطلع تتكلم، لان انت ذكرت اسم لاعب على قيد الحياه باسم لاعب توفى من باب بس ان انت عايز تثبت ان مجلس الرق واخد اللقطه. فلما تيجوا تجروا بلقطه على الاقل قول اسم اللاعب صح عشان منظرها يعني ما يبقاش وحش بالذات في الحاجات دي. النقطه الاخيره، انت بس قلت انا ناقص لي حاجه واحده، قلت انا ناقص لي اكسب بطوله افريقيا وابني فرع 6 اكتوبر وابقى انا كده خلاص قفلت اللعبه.
اقسم لك بالله العظيم ان انا مشجع، لو بمبدأك ده همشي فانا مش قفلت اللعبة. ده انا المفروض انت اصلا تقعد تسقف لي. ده انا حاضر 9 افريقيا يا ابني، 9 افريقيا. انا حاضر من ال 11 9. في 9، 9 انا فاكرهم، 9 انا حضرتهم مش اتحكوا، 9 انا حضرتهم. وفي 2 كانوا قبل انا ما اتولد. في واحد فيهم في السنه اللي انا اتولدت فيها، وفي واحد كان قبل انا ما اتولد. في 9 انا حضرتهم من ال 11. فانت لو حققت واحده افريقيا، اقول لك حاجه، انا حضرت 3 فروع. انا من ال4 انا كمشجع حضرت 3 فروع. فانت عشان هتعمل فرع وتكسب افريقيا اللي انا معرفش طبعا دي انت هتحضرها ولا لا، تبقى قفلت اللعبه. فانا مش هكلمك على مجلس اداره الاهلي الحالي اللي فتح فرعين، ولا هكلمك وطبعا حضر بتاع 7 افريقيا. انا لا، ده بقى كده مش قفل اللعبه. ده انا بقى بكلمك عليا انا كجمهور، انا حضرت 9 افريقيا وحضرت 3 فروع. فاعتقد ان احنا كده مش قفلنا اللعبه، ده احنا كده يعني ابتدعنا اللعبه. اعتقد انه انا مش عارف، ولكن دي طموحات المنافس، وطبيعي ان ده يكون الفرق ما بين طموحاتك كمجلس اداره وطموحاتي كمشجع حضر 9 افريقيا. وباذن الله مستني يحضر ال10 عشان تكون البطوله ال12، ويكون حضر افتتاح 3 افرع، ومستني باذن الله الفرع الرابع في حضوري والخامس في النادي الاهلي. اكيد ده الفرق ما بين الاهلي والزمالك، وما بين طموحاتي كجمهور وما بين طموحاتك كعضو مجلس اداره. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، وما تنسوش تعملوا شير وتوصلوا الحلقه للغير، وما تنسوش طبعا تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير. سلام.